اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أجمل وأحلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وبيوتكم مليانة بالرزق والبركة يا رب. تعالوا يلا النهاردة هنعمل أكل حلو جدا، ينفع عزومات، ينفع عقيقة، ينفع فرح، ينفع أكل وجبات بتفرقوها في رمضان. لو انتوا بتخرجوا وجبات، دي أفكار حلوة جدا جدا الوجبات في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل يا رب بيوتكم مليانة وعمرانة بالخير والبركة. بصوا كنت بقشر، جبت كده بصل 5 بصلات حلوين، كنا هنقشرهم كده. بصوا البصل عندنا غمض عين وفتح عين. تعالوا يلا، بس قبل ما ندخل كده على الفيديو ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من القلب. ولو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، وربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بضغطكم على زر اللايك. غسلت 5 بصلات حلوين كده، وجبت الكبه بتاعتي وقلت ايه افرمهم كده. مفيش كبه، امسكيهم كده وافرمي فرم ناعم قوي. انا كنت بره بصراحه وجيت من بره، قلت بدل ما اغير ادخل على طول على المطبخ بحيث ان انا انجز في الوقت. مالكوش دعوه، انا كنت بتكلم كان في قضيه راي عام كده، فكنت زهقانه وكنت بتكلم وكده، فما يشغلش بالكم باي حركه باي حاجه انا هعملها في قلب الفيديو ده، لان لحد ما اخلصه وانتوا هتلاقوني زهقانه لحد ما اخلص التجهيزات على الاقل. فرمت ال5 بصلات فرم ناعم، حطي سنه ملح لو حابه عشان يجيب ميه معاكي بزياده. وبعد كده جبت المصفى بتاعتي التعبانه اللي هي عامله زي المرهوقه كده، وابتديت ان انا اصفي البصل بتاعي نهائي. هصفيه من كل هاخد منه شويه الميه علشان اما اجي احطه على اللحمه المفرومه اكون واخده القوام اللي انا عايزاه، والكفته ما تفكش معايا وانا بحطها في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده، خدت تفل البصل ركنته على جنب، مش هرميه ما تخافوش، هيتركن كده على جنب. والميه البصل دي انا هاخدها دلوقتي، بس هركن التفل بتاع البصل علشان احطه على الكفته. اما ميه البصل دي انا هتبل بيها الفراخ. اعملي مالكوش دعوه، والله انا مش بركز في الكاميرا، انا كنت بتخانق في التليفون. حطيت ميه البصل، حطيت فلفل اسمر، حطيت شويه كده من الكزبره، حطيت توابل فراخ، حطيت 7 بهارات، رشه جوز الطيب، توم باودر، بصل باودر. حطينا ايه تاني؟ بس دي كل البهارات اللي انا حطيتها. وهحط كمان بهارات الفراخ دي، زودي منها شويه، ورجعت تاني زودت برضو شويه من الفلفل الاسمر. وكمان هكتب لكم كل المقادير. وحطيت كمان الملح بتاعي. رحت اجيب معلقتين كده من انا كنت انا مركزه في الخناق اللي انا بتخانقه في التليفون. جبت معجون كده الطماطم، حطيت ميه بصل والتوابل اللي انا قلت عليها، وحطيت معجون من صلصه الطماطم حلوه جدا جدا. حطي 4 معالق على بس انا ما شاء الله عامله كميه فراخ كويسه، عامله حوالي 11 فرخه، يعني كميه كويسه جدا جدا من الفراخ. وحطيت كمان علبه كبيره، حوالي العلبه دي فيها كيلو من الزبادي، يعني كل فرخه ليها علبه زبادي. العلبة نص كيلو، نص او نص اكتر من النص شوية بصراحة، يعني مش كيلو، اكتر من النص بشوية. وهحط كمان كوباية كده من الزيت. ده كله هقلبهم وهضربهم زي ما انتوا شايفين. الخلطة دي بجد جبارة، جربوها. مش حابة تحطي مية بصل البودرة يبقى كافي، بس انا بصراحة بحب احط مية البصل. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. جبارة في شوي الفراخ، الريحة بتاعتها ده الملح اللي انا بحطه في النهاية، الريحة بتاعتها بجد جبارة، مش قادرة اقول لكم. جبت كمان سنة كده من الكاري بحيث اللون بتاعي يبقى يعني في تعادل كده بين اللون الاحمر واللون الاصفر. اللون ما بحبوش احمر بصراحة. كنت بدوق، احنا كنا بعد الفطار، فكنت بدوق الحدق بتاعها عشان يبقى مظبوط معايا. قلبتهم كويس جدا جدا. وتعالوا يلا نجيب بقى الفراخ، انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا بخل وملح وطحينه وليمون، وسايباها متصفيه يعني غسلاها قبل الفطار، وسبتها تتصفى اكتر من ساعتين كمان، بحيث انها تكون كويسه جدا وما فيهاش ولا بقعه ميه. بصوا بقى، جبت الفراخ وقمت نازله بكل الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها في الطبق. ما شاء الله كان معايا 11 فرخه، فعملوا لي كميه حلوه جدا جدا. فضي كل الخلطه بتاعتي بايدي بقى كده، يعني الرسول كان عربي،
فبايدينا كده، وحابه تعملي انت بمعلقه براحتك. كل دي الاكل والعمايل دي حريه شخصيه. بس انا معلقه مش هقدر ان انا اعمل الكميه دي كلها، وما كانش عندي جواند او جلافز وكده، فايدي اسرع من اي حاجه طالما ايدي نظيفه وحلوه وبغسلها على طول. فكل حاجه كانت كويسه معايا كده. خلاص خلصت تتبيله الفراخ. وهبتدي كده هغطيها بقى بصينية عندي وهحطها في التلاجة. ما فيش مكان في التلاجة، الجو ساقع برضو في البلكونة احسن من التلاجة 100 مرة. احكميها بس كده حكمة حلوة وحطيها بره. بصوا بقى، ده لحمة مفرومة، كل طبق فيه كيلو ونص من اللحمة المفرومة. حاطة عليه ايه بقى؟ حاطة تفل البصل اللي انا صفيته. حطيت كمان كل طبق عليه 3 معالق من النشا، معلقة من البيكنج باودر، حطيت شوية من البقدونس. بصوا بقى التوابل بتاعتي: توم باودر، بصل باودر، توابل كفتة، ملح، كزبرة، فلفل اسود، جوز الطيب، رشة من السبع بهارات. دي كل التوابل اللي انا احتاجتها مع الملح طبعا. انا قسمتهم في كل طبق لان كل حاجه هتبقى جزء لوحدها. بالف هنا وشفا لله ياكل. هبتدي بقى كده ان انا اعجنهم في قلب بعض كده، بحيث ان انا اخلي اللحمه بتاعتي تطلع شبه زي فتل كده. مش قادره تعملي الحركه دي، قلبيهم في قلب بعض وهاتي الكبه بتاعتك تاني وخديهم كل فرمه كده، يعني افرمي كل شويه مع بعض لحد ما تحسي ان في خيوط جاتلك في اللحمه بتاعتك. بصوا بالشكل ده كده هعمل الطبقين كده. خلاص انا خلصت الطبقين بتوعي، عجنت دي وعجنت دي. بصوا بقول لكم، بصوا جابت شبه فتل او خيوط كده معايا. اجيب بقى الاسترتش بتاعي، الاسترتش راب، وهبتدي ان انا احط كل جزء بدل ما احط في طبقين، لا هقسم بين الجزء ده والجزء ده، وحطيتهم وعنتهم برضو في جنب. بصوا بقى، ده كده كان تاني يوم الصبح. جبت الصواني بتاعتي، طبعا دخلت صينيتين الفرن، دول كانوا الصينيتين التانيين. ابتدي كده ان انا ارص الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولا هتدهني ماده دهنيه تاني ولا هتدهني اي حاجه خالص. يعني كل اللي هتعمليه تسخن الفرن بتاعك على درجه حراره 350، وبعد كده تعلي الدرجه لدرجه 400 خلي النار بتاعتك ما تكونش واطيه قوي، بحيث ما تفضلش تجيب منك ميه. ولو بتعملي على الفحم هتبقى جميله وزي الفل، حلوه جدا جدا. التتبيله بتاعتها للفحم لا فيها بصل هيتحرق منك ولا اي حاجه. مش عارفه التليفون بتاعي بقى بكسل ليه كده، شويه تلاقوا الكاميرا فاتحه وشويه تلاقوها غامقه. بصراحه مش عارفه والله العيب فين، على ما نبقى نشوفه. لون الفراخ كان جميل جدا جدا. هتتظبط معاكم دلوقتي الكاميرا وهتشوفوا درجه اللون كانت عامله ايه. فراخ كانت جميله وناشفه كده معايا، اكني انا شويها فعلا على الفحم. لو جابت معاكي ميه زياده وانت بتسوي قبل ما خلاص بقى عايزاها تخش على النشوفيه، انقصي الميه بتاعتها كده، ارميها اتخلصي منها، خلي بس الزيوت ورجعي ردها تاني في الفرن. طبعا من كل صينيه وصينيه لازم احط الصينيه بتاعت البوش عشان اغسلها. ما ينفعش ان انا احط مرتين ورا بعض علشان ما تتحرقش معايا. شايفين جمال لونها؟ بجد لونها والله العظيم كان حلو جدا جدا. جربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي. يبقى قلت لكم كل اللي احنا بنعمله: ميه بصل، زبادي، توم باودر، بصل باودر، صلصه، ملح، فلفل كمو، ملح وفلفل، وايه تاني قولوا معايا، كركم، كزبره، 7 بهارات، بهارات فراخ. كل ده انا هكتبه لكم علشان ما انساش حاجه معاكم خالص. جبت صينيه كمان علشان اخلص كده واركن الطبق بتاعي على جنب، ويكون كل حاجه جاهزه. يا دوبك اطلع الصينيتين وادخل مكانهم على طول الفرن. اهم حاجه وقتك يكون معاكي، تكوني مظبطه دنيتك. يعني انا ابتديت ان انا اسوي من الساعه 10 الصبح. لو انت عندك عزومه كبيره، عندك عقيقه، تخرجي اكل، الفجر يكون خلصان، وانتي لو عندك كمية حاجات لازم تكون فرنك شغال وبتسوي، والوقت ما يسرقكيش. اهم حاجة تظبطي وقتك وتظبطي دنيتك. بصوا دي كانت الصينية التانية، ناشفة وجميلة واكنك عاملاها على الفحم بالظبط. جابت معايا مية شوية، فضيتهم في الحوض وسبتها تجيب دهون، يعني الدهون بس هي اللي بتبقى موجودة معاكي بعد كده. بصوا رشيت شوية الزيت اللي نزلوا او الدهون اللي نزلوا من الفراخ. شايفين جمال لونها؟ فحم فحم بمعنى اصح. جربوها بطريقتي والله العظيم لا تدعوا لي دعوة حلوة من القلب. يا انوسة تعالى اقول لهم ازيكم، اقول لهم عاملين ايه، تعالى اقول لهم حطوا لايك.
جبت بقى الورق الحراري وابتديت ان انا اعمل على اول صينيتين وغطيتهم وركنتهم كده على جنب عشان الدنيا تكون عامله قدامي. سعد جه بقى عشان يساعدني، طبعا بقيت بين المطبخ وبين ان انا بظبط حاجات في شقتي بخلص حاجه، بقيت بين هنا وهنا. سعد قال لي اساعدك، قلت له تعالى، وقف بقى جنبي يساعدني على بال ما كنت بظبط كده صالة بعمل حاجه، عشان الوقت بتاعي ما يسرقنيش وان كل حاجه حواليا تكون تمام ومظبوط. كده خلاص دول كانوا تاني صينيه. انا خلاص برضو كده كميه الفراخ بتاعتي خلصت. صينيتين بياخدوا معايا في الفرن ساعتين، يعني دول خدوا معايا 4 ساعات الفرن شغال على بال ما خلصتهم. بعد كده سعد بقى كان بيجهز لي حاجه السلطه، وانا كنت بغسل الصواني علشان اعمل فيها الكفته، واني ما يبقاش فيه كركبه مواعين على بال ما اخلص يكون كل حاجة تمام وزي الفل. كمان سبت الفرن شغال، نزلت جبت طماطم وجبت خيار ما كانش عندنا، فنزلت جبتهم على طول وجيت. سعد كان بيفضيهم كده من الاكياس، جاب الطبق وقلت له بقى فضي واشتغل كده معايا. قلت له هات لي بصلايه، هات لي كذا حاجه. بصوا بقى دول معلقتين 3 كده من الصلصه، حطيت عليهم شويه من زيت الزيتون او اي زيت نباتي عندك عادي، سنه من الفلفل وسنه من الملح، وهقلبهم كده. دول بقى بديل ايه بقى؟ بديل ميه السلطه، علشان ميه معلش مؤمن لخبطني، ميه البصل اللي انت هتصبعي بيها الكفته. طبعا انا خدتها واحتجتها للفراخ، فما كانش موجود عندي ميه بصل وكده. استنوا بقى خلينا منتج الفيديو. بعد كده جبت بقى اي حاجه عندك، معلقه، اي حاجه عندك تصبعي عليها، عندك سيخ، ما عندكيش خالص عندك الخلل بتاعت الشيش طاووق، امسكي 3 كده في ايديكي وابداي صبعي. انا بحب بصراحه اصبع على خلال الشيش طاووق، بس هتاخد مني وقت وهتاخد مني مكان، يعني تاخد مني مكان في الصواني وكده، فقلت لا انا هصبعها واشيلها بحيث الصينيه تاخد مني اكتر عدد من الصوابع الكفته وكده. ابل ايدي بميه الصلصه او بشورة طماطميه المتوفر عندك اعمليه، وبعد كده ابدأي ان انت بقى صبعي، خدي كده على قد الصباع اللي انت عايزاه وابدأي صبعي كده، حطي في الصينيه اول باول. الصينيه دهنها حاجه ولا اي حاجه، عايزه تحطي ورقه حراري وترصي فوق منها تمام، بس هي في كلتا الاحوال هي بتعلم الصينيه وبنضطر ان احنا نغسلها تاني. حطيت كده الطبق، صليتوا بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على الرسول، ما تسرحوش، ما تروحوش بعيد، ادعوا لي دعوه حلوه من القلب، ادعوا لي ربنا يديني الصحه ويخليني لاولادي في الغربه اللي احنا فيها دي. مش عايزه اكتر منكم انكم تدعوا لي. لو انا وجودي معاكم في القناه فهو علشان انا بحبكم. انا القناه ديت بتلهيني كتير عن حاجات في حياتي، قالوا وقلنا عاد وعدنا، بتلهيني عن اي مشاكل، عن نفسيتي بتبقى زي الزفت معظم الوقت، بمشكله تجيلي من هنا او اسمع خبر يضايقني، صدقوني هي ديت اللي بترجعني لطبيعتي تاني. انا بفرح كده وانا واقفه قدام الكاميرا، حاجه بتسليني، رغم ان يعني بصوا انتوا ممكن ناس كتير تحسها حاجة تافهة، بس انا بحبها. انا القناة دي هي اللي بتحسسني ان انا موجودة، بتحسسني ان انا عايشة. كفاية ولادي بيتفرجوا، بيشوف في يوم من الايام لو اي حد من ولادي محتاج حاجة، محتاج وصفة، بدل ما يخش هنا ولا هنا يقول ماما موجودة. لو انا حتى مش ما بقتش موجودة معاهم، هيخشوا كده ويدوروا على فيديوهاتي ويتفرجوا ويتعلموا منها في يوم من الايام. ربنا يديكم الصحة ويديكم طول العمر ويخليكم لولادكم يا رب، اللهم امين. فدعوة حلوة كده من القلب، ادعوا لي ربنا يديني الصحة ويخليني لولادي ويخليكم انتوا كمان لولادكم، وما يحرمش اي ام من ولادها. تعالوا شوفوا انس راكب على قلبي هو ومؤمن. وهبتدي كده بقى ان انا دي اول صينيه صبحتها كده، ويعني اهم حاجه ان انتوا تكون كل حاجه متظبطه معاكي، كل حاجه واخده حقها وانتي شغاله. خدي انس. بصوا بقى ميه الطماطم وبدهن الوش وابتدي ان انا ادخلها الفرن. سعد صلحت له الصينيه برضو وسبته. سعد نفسه يبقى الشيف شربيني، مش عارفه ولا ايه، يا رب اشوفه زيه بعد عالمه طبعا، يتعلم ويبقى برضو شيف كبير كده. بص بقول له انت كنت بتقول ايه؟ بيقول انا كنت بقول لهم ريحتها كده انا جوعت. كل شويه يقول لي ماما الريحه جوعتني، يا ماما الريحه جوعتني. بصوا بقى انا بحطها في الصينيه ديت وهغطيها، بس هرجع تاني
قبل ما تجهز ادخلها الفرن تاني علشان ودينا دهنة زيت عشان ترد حالها تاني، لانها يعتبر مش مستوية سوا كامل، بس انا حبيت ان حاجتي تكون جاهزة من بدري. كده خلاص خلصت. الزيت ده تعتبر يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده الدهون اللي نزلت دي بالفرشة كده، ولمعي بيها الكفتة بتاعتك على الحوض على طول، وبفتح الحنفية علشان الصواني تبوش معايا. حابة زي ما قلت لكم تخرجوا اكل، تعملوا شغالة بتشتغلي من بيتك، بتعملي قرادر، اي حاجة اي حاجة بتعملي لولادك، بتعملي عزومة فرح عقيقة، اعملوا الوصفات دي هتدعولي فعلا على طعم الحاجة. بألف هنا وشفا للي كل. كلهم شكروا في الأكل، قالوا لي الأكل كان حلو ما شاء الله وكان طعمه مميز، جربوه بالطريقة دي هيعجبكم، هيرفع راسكم فرح عزومة ضيوف، هيرفع راسكم جدا قدام أي حد. كده خلاص أنا يعتبر خلصت، وكان باقي لسه صينيتين الفراخ الاخر، يعني كنت صبعت الكفتة وخلصت، وكمان باقي صينيتين الفراخ التانيين خلاص برضو جم اهمت، هخلصهم برضو وكده الدنيا تكون تمام معايا. والكفتة كمان خلصت اهيت. مش عارفة حاسة ليه ان في مقطع بيتعاد من المقاطع دي. كده خلاص خلصت الكفتة ما شاء الله. ال3 كيلو عملوا معايا كمية حلوة جدا جدا، عملوا معايا حوالي 60 صابع من الكفتة. معلش روح لسعد يعملهولك. حوالي 60 صابع من الكفتة، هغطيهم بقى كده علشان كل حاجة تكون محتفظة بالسخونية بتاعتها لوقت التقديم او وقت ما الحاجة هتخرج وكده. كده تمام، كله تمام كله تمام. بوريكم الكمية حلوة جدا جدا. الكمية اللي معمولة ديت تأكل أكتر من 50 فرد، يعني لو معاكي 50 فرد أو أكتر من 50 فرد هتأكلي على فكرة هيكفوك. غطي بقى عليهم زي ما انتم شايفين، أنا هشيلهم تاني من مكانهم بس بقول لكم يعني تقدروا تغطوا وتحتفظوا بالسخونية وكده. تعالوا يلا بينا علشان نعمل الرز بتاعنا. هنعمل بقى الرز بشعرية زي ما قلت لكم. حطينا الزيت وهنحط الشعرية المطلوب، الرز بشعرية والرز بالفلفل او بالكمون. ما كانش فيه كمون عملناه بالفلفل وكده. حمرنا الشعريه ودي درجه اللون اللي احنا عاملينها، وهنحط الرز بتاعنا. دايما بحب الشعريه تبقى اكتر من الرز، ما بحبش الرز بصراحه يبقى اكتر من الشعريه علشان يكون الشعريه بتاعتي ظاهره كده وبيكون حلو زي الفل. الرز هيتزاد طبعا، لا مش هيتزاد غير وقت التقديم او تفريغ الوجبات وكده. هيتركنوا على جنب لحد قبل المغرب بساعة الرز يبتدي يستوي، او ساعة ونص لو البوتاجاز بتاعك ما بيسعفش. الحلة التانية حطينا الزيت، حطينا فلفل الوان، عودين من القرفة، ليمونتين كده ناشفين، ورقتين من اللورة، 5 حبات من الحبهان، والرز البسمتي برضو هنقلبهم. هحط حوالي كيلو الا ربع من الرز البسمتي في الحله دي، ان شاء الله بيزيد ويبقى زي الفل معايا، بيملى معايا الحله. هجهز الرز واجهز كل حاجه، لكن مش هسوي الرز بصراحه. خلاص خلصت 3 حلل من الرز، 2 بشعريه، وعملت كمان حله بالفلفل. وجبت طبعا سعد كان مجهز لي حاجه السلطه، غسلتها وقلت بقى كده نقطعها مع بعض. تقطيعه السلطه يا جماعه لو لوجبات او لعزومه او اي حاجه ما تصغروش الطماطم، خلوا التقطيعه معاكم كبيره بتبقى حلوه جدا. خدتها بقى ورحت كده قعدت وخرطتها. سلطه بحط عليها خيار وطماطم وشبت، الشبت اساسي، البصل وقرن فلفل اخضر وليمون وخيار، وبتبقى زي الفل. تعالوا بقى اوريكم الاكل، بس الرز طبعا مش هيستوي، وسويت معاكم الرز اكتر من مره. الرز هيفضل كده قبل التقديم هبتدي ان انا اسويه عشان الوقت كان بدري شويه عشان الحاجه ما تسقعش معايا. كده خلاص كده الفيديو بتاعي كله. بصوا بوريكم الرز ابو شعريه الرز ابو شعريه، السلطه بتاعتي وجمالها، وعملت كمان حله الرز اللي هي بالالوان، والحله الكبيره دي فيها رز بشعريه برضو. كده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي. استنوني في فيديو جديد. بصوا جمال اللون لما قلبت الكاميرا، لون الفراخ جميل جدا جدا. استنوني فيديو جديد من مطبخي، مطبخ سمر في الغربه. اشوفكم على خير ودمتم بخير. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه
وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يسعدكم بضغطكم على زر اللايك زي ما بتساعدوني. اشوفكم على خير ودمتم بخير.